طيب هو اللي انا هشرحه دلوقتي عامة هو ازاي ان احنا نقدر نحول اللايتنج اللي احنا شايفينه قدامنا ده لايتنج يكون نايت. تمام. فانا عندي اهو دي لايت معمول، فانا عايز احوله بشكل ما ان هو يديني الافكت بتاع ان الدنيا نايت شوية او حاجة زي كده. فعشان اعمل كده بعمل ايه؟ اول حاجة انا يعني ممكن ابيلد لايت يكون داي وابيلد لايت تاني يكون نايت، وبعمل لكل واحدة فيهم لاير. يعني باجي اعمل من اللايرنج هنا مثلا، بدوس على سين اكسبلورر وبعمل مثلا والله اجي اعمل لاير. تعالوا بس ندوس بره خالص منبقاش دايسين على اي حاجة. باجي اقف هنا كده دايس بره خالص واعمل نيو لاير تكون فاضية واسميها داي لايت مثلا. تمام. وبعدين اعمل لاير تانية اسميها نايت، وبعدين بخفي بقى اللي انا عايز اخفيها وانور اللي انا عايز انورها. دي طريقة. الطريقة التانية الاسرع شوية هو ان انا اسيت اب حاجة اسمها اللايت ميكس. فانا هقول له سيت اب لايت ميكس وهقول له جنريت من غير ما اغير اي حاجة. طبعا الكلام ده لكورونا ريندر مش للفي راي. تعالوا كده نعمل ريندر، وهكبر كده الدنيا عشان تكون الريزوليوشن يعني الى حد ما واضحة. فانا هفترض كده ان الريندر خلص، طبعا يعني هو بريزوليوشن قليلة ما عداش ال1000، وهبتدي ان انا اشتغل عليه. اول حاجة اللي هي الانفايرمنت دي بتبقى ليها علاقة بالاضاءة. الانفايرمنت اللي هي اللي بره. طب انت دلوقتي بيبقى قدامك حاجة من اتنين، يعني انت تسمي اللايتس دي وانت بتشتغل من الاول لانك عامل حسابك انك هتشتغل باللايت ميكس، فما تجيش تبقى مش عارف ايه بينور ايه. يا اما ان انت هتضلم كل حاجة، يعني هوصل كل حاجة للزيرو كده عشان افهم وابتدي انور فيهم واحدة واحدة وابلد السين بتاعي بالطريقة دي. فهي يعني يا اما كده يا اما كده، مفيش مفر تاني. او ممكن طبعا تطفيهم وتنور حاجة حاجة فتعرف، بس انا بفضل ان احنا ممكن هنطفي كل حاجة. احنا كده كده عارفين ان الستاندرد هيكون 1، وبعدين نزود بقى براحتنا على الحاجات اللي عايزين ننورها. تمام. يعني يعتبر كده انا طفيت كل حاجة. الباقي حاجات مساعدة ممكن تكون بعيدة مثلا، هيدن لايت او حاجات زي كده. فهبتدي ان وانا طالع اخلي دي 1 مثلا، وبعدين هاجي عند اللون بتاعها واخليها سنة سيان كده رايح للازرق شوية من غير ما يكون ساتيوريتد قوي. فممكن يكون حاجة زي كده دلوقتي مناسبة. 1 برضو من هنا نفس الكلام، هاخد نفس اللون. هنا ممكن اخد نفس اللون بس هفتحه، يعني مش هسيبه يكون كده قوي يعني. برضو ممكن اعدل في التمبريتشر بتاعته الالبيدو كده يغمق كده يفتحها اكتر. ساتيوريشن من هنا بقللها او بزودها، والفاليو نفس الحاجة زي في الماتيريال بالظبط. وممكن طبعا اتحرك كده عشان اروح ناحية الازرق شوية. تمام. فده كده بالنسبة لي برضو كويس. بعد كده هاجي هنا برضو هقول له قبل ما اعدل في اللون اخلي القيمة هنا 1 مثلا. وهنا انا ممكن اخلي دي تكون يعني حاجة برضو رايحة ناحية الاورنج شوية. تمام. برضو هنا هديها. طبعا كل ده ممكن ادوس ستوب للريندر واشتغل عادي، مفيش مشكلة يعني. فدي برضو 1. تعالوا نقفلها نشوف الفرق بين لما بنقفلها لما نفتحها. فبرضو ممكن اديها نفس اللون ده، تدي مود نايت برضو كويس. نفس الكلام هنا ممكن اخليها 1. هنا بقى يعني دي ممكن تكون اللايت اللي هو هيكون جوهري قوي في السين عندي، فهخليه مثلا يكون 0.25. مش هخليه قوي قوي يعني علشان لسه هنشوف هنعمل ايه بعد كده. ومش عايز اللون يكون اورنج قوي كده، فهاجي من عند الساتوريشن اقلل الدنيا شوية. تعالوا نخلي دي 10 مثلا كده، 15. مش مؤثرة قوي.
لو قفلناها او فتحناها مش فارقة كتير. واحد، دول مهمين يعني هيكونوا مهمين جدا بالنسبة لي، فممكن اديهم برضو تون كده الساتوريشن سنة، لان هما اوريدي اورنج كانوا 3500 تقريبا. وممكن ازود اللايتنج بتاعهم شوية، اقلله على حسب يعني انا عايز اوصل لحاجة عاملة ازاي. ممكن اجي برضو اقول له هنا واحد، ده كده المين لايت، او يعني هو اكيد ريكتانجل لايت جاي بزاوية من هنا. ممكن برضو ادوس ستوب عشان اوريكم هو جاي منين بالظبط. ادوس هنا اقول له كاميرا واحد، امسك اي حاجة، ومن البرسبكتيف ابتدي اشوف اهو. هو ده السورس اوف لايت اللي بكلمكم عليه اهو. فده هنا لازم انا اخفف الاضاءة بتاعته جدا يعني. بصوا لو خليته 15 مثلا، لا مش ده، ده الدنيا اتحرقت 0.1، الدنيا مش موجودة. فممكن اخليه 0.6. وبرضه هديله نفس التون ده، بس برضه هفتحه خليه واخد منه بسيط قوي. فكده من غير، كده من غير، كده بيه. والنويز اللي بتطلع دي بتبقى لحظية يعني، جرب بس بيحسب الاضاءات وخلاص. تعالوا برضو نجرب هنا ندي واحد. فدي طبعا الاضاءات اللي هي جاية من الجنب، فطبيعي ان هي هتكون برضو واخدة اللون بتاع الانفايرمنت اللي جاية من برا، اللي هي هتكون لونها ازرق كده شوية. ممكن اقلل الفاليو حاجة بسيطة. دي ما اثرتش، دي ما اثرتش، فاضل دي. فكده الدنيا فتحت، فاحنا مش عايزين كده. هناخد برضو نفس اللون، انا بكليك وادراج. بس ممكن هنا اقلل القيمة يعني، اخليها 0.2 مثلا، 0.1، 0.05، حاجة ما تبقاش اللي هي مؤثرة خالص يعني. هرجع بقى لدي لان هي كانت دي، ايوه. فده كده ممكن يكون مود. تمام. ممكن ابتدي ازود الاضاءة هنا شوية. طبعا بياخد وقت كده يعمل دي نويزنج وخلاص يعني. حد هيقول لي طب اللي هي ريسيت او ان اسايند دي يعني ايه؟ دي بتبقى بتاعه الماتيريال. لو في مثلا ليد واخد ماتيريال اضاءه، اي حاجه واخده ماتيريال اضاءه، بتكون القيمه بتاعتها بتتغير من هنا. فانا شايف كده يعني ان هو تحول الى حد ما كويس. ممكن برضو نعمل سيف. فمثلا كده ده مود، احنا كنا لغينا دي خالص، ممكن ننورها ويعني نديها مود برضو او يعني لون مختلف. ممكن على فكرة اخلي اللون ده برضو يكون رايح ناحية البلوز شوية لو عايز اكتم يعني الفور جراوند من هنا. وبرضو هتدي المود النايت يعني اللي احنا محتاجينه. بس في الحالة دي هرجع هنا اديها ساتوريشن شوية يعني. بصوا اللي هو السورس بتاع الاورنج بتاعي، لا هزود له الساتوريشن شوية عشان الكومبوزيشن تكون مظبوطة معايا يعني. ممكن كمان
ازود لايتنج، اقلل، هفضل بجرب يعني لحد ما اشوف احسن حاجة. فده كده برضو ممكن يكون مود تاني. تمام. طيب، في حالة ان انا عايز الكلام ده يتطبق عندي في السين، يعني كل الاضاءات تبقى زي ما انا عملتها كده، بقول له سين واظبطها من هنا. بس انا مش هعمل كده، انا هاجي اقول له all white من هنا عشان يعني يلغي لي كل اللي انا عملته، يعني كل ده هيروح. او ممكن يعني هو اقول له من هنا all white كده، اقول له اوكي، فيرجع لي الوضع الطبيعي قبل كل التعديلات دي، بس هتفضل بنفس القيم هنا. فانا هقول له 3 عشان بس نبتدي ايه نقارن ما بينهم. فده كده بقى مود اللي هو بتاع الاضاءة. لا كمان برضو محتاجين نرجع كل حاجة للاصل بتاعها، فهدوس رايت كليك في كل حتة علشان ارجع القيم زي ما كانت كل حاجة. تمام. وممكن بس اقلل الانفايرمنت دي شوية عشان حاسسها زيادة شوية، فدي مثلا ممكن تكون 4. فده كده مثلا كان المود اللي بدأنا منه. اعتقد دي ممكن تكون احسن واحدة كنايت يعني. دي كده كانت ورك بسيطة يعني، يا رب تكون كانت خفيفة كده عليكم واستفدتوا منها. طبعا لو بقى عايزين تفهموا الكلام ده بشكل تفصيلي وتتعلموا الطرق بتاعة اللايتنج يعني جوه، سواء جوه البرنامج او الثيريز بتاعة اللايتنج، ازاي ان احنا نلايت السين بشكل صح، الفرق بين بقى الدي لايت والارتفيشال او الناتشورال لايتنج والارتفيشال لايتنج، ايه الفرق بين الدي والاوفركاست والبلو اور والجولدن اور، الكلام ده كله احنا مغطيينه في كورس ال 3 دي ماكس فروم سكراتش تو رياليزم. بنبدأ من الصفر خالص، بنتكلم عن الموديلنج وبعد كده بنتكلم عن اللايتنج، وبجد بجد مهتمين قوي بيها جوه الكورس. بعد كده بنشرح الماتيريالز بقى، وبعرفكم الاماكن او السورسز اللي انا بجيب منها الماتيريالز البرو اللي انا بستخدمها. وكمان بيكون في ورك شوبس بتطلع شغل زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو ده الشغل اللي انتوا هتطبقوه بايديكم من الصفر. وكمان ده بعض النماذج من شغل الطلبة. لو حد يعني حابب يشترك في حاجة زي كده وينقل الليفل بتاعه في ال 3 دي ماكس في حتة تانية، يقدر يبعت لنا مسج على واتساب على الرقم اللي طالع قدامكم ده. كمان هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوا برضو بيج الانستجرام ممكن تبعتوا لنا مسج عليها وانا ابعت لكم كل التفاصيل. بس كده، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكلام ده كله. وبس كده، سلام.